انت ما ينفعش تعمل اي حاجه تخلي ربنا يحبك اكتر، ولا ينفع تخلي اي حاجه تعملها تخلي ربنا يحبك اقل. بيتضايق للفعل اللي انت عملته، مش بيتضايق منك كشخص. في الكتاب بيقول انه الله نفسه محبة، هو يعني كينونته محبة، ودي اقصر آية في الكتاب معروف، الله محبة. فازاي ربنا بما انه هو محبة بس ما زلنا احنا بنغلط فيه، بننكره، لكن هو ما غيرش محبته لينا؟ الايه اللي انت بتقولها دي، الله محبه، موجوده في يوحنا الاولى. دي نقطه مهمه جدا في شخصيه ربنا. شخصيه الله انه محبه، مش ان هو عنده محبه، فهو نفسه محبة. مرة تانية بقول حاجة بيلي جريهام قالها بحبها جدا: انت ما ينفعش تعمل اي حاجة تخلي ربنا يحبك اكتر، ولا ينفع تخلي اي حاجة تعملها تخلي ربنا يحبك اقل. هو لا يحبك اكتر ولا يحبك اقل، هو بيحبك زي ما انت ثابت. مرة تانية زي ما بنقول مطلق. ربنا مش بيتغير، احنا كبشر بنتغير في الحب. فعشان كده بتسأل السؤال: لو احنا عملنا وبنغلط وبنضايقه، فالمفروض هو يعمل ايه؟ هيتضايق، هيقلل بقى المحبة، هيشوف بقى هيعمل ايه يعني لغاية ما نظبط الدنيا. هو مش كده، احنا كده. احنا بنتعامل مع بعض على حسب انت هتعملني ازاي. فسامر النهارده بيعملني كويس، فانا هعمل ايه؟ اكيد هحب سامر، ما عنديش سبب اتضايق منه. لو بكره سامر مزاجه مش رايق وغير معاملته معايا، ولا عمل حاجه ضايقتني، اوتوماتيكلي، ما تقنعنيش، انت كجنس بشري اوتوماتيكلي محبتك ناحيه سامر هيبقى فيها حته كده، حتة 1% من 100% دي قلت، علشان انت فاكر حاجة معينة حصلت امبارح من سامر. لا انا لا مش عارف بقى يعني هنشوف بقى هنعمل ايه. هو مش كده، هو محبة 100% يا شباب. نفسي نفهم القصة دي شوية، مختلف عننا خالص. فانت بيتضايق للفعل اللي انت عملته، مش بيتضايق منك كشخص. ان فاكت انت اصلا قبل ما تيجي هو قرر انه يروح يفديك على الصليب عشان يرجع العلاقه اللي بينك وبينه قبل ما انت تتولد اصلا. مفيش محبة اكتر من كده. انت ما كنتش جيت اصلا، وفي علمه السابق زي ما اتكلمنا في القصه دي هو عارف انت لما تيجي انت هتعمل ايه. ومع ذلك قبل ما تيجي اصلا ده هو قرر انه يروح الصليب. ده من قبل تاسيس العالم. في رؤيه 13 قرينا عنده خطه للفداء. فهو ما ينفعش تعمل حاجه تخليه يحبك اكتر ولا يحبك اقل. ربنا يا جماعه بيحبنا 100% طول الوقت. خلينا نقرا الايات وممكن نرجع نشوف اسئلتكم ايه في القصه دي. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. اشكرك. ارميا 31. أرمية 31:3: تراءى لي الرب من بعيد، ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. اشكرك. وانت بتقري الايه دلوقتي افتكرت، انا مش فاكر فين بالظبط في نشيد الانشاد، ممكن تلحقوني لو انتوا حافظين. في نشيد الانشاد في ايه بتقول: وعلم فوقي محبه. علم فوقي محبه. كان عايز يقول ايه؟ او صفانيا 3. عشان كده بقول يا جماعه من فضلكم اقروا الكتاب. صفانيا اصحاح 3 ايه قويه جدا. العربي بتاعها صعب شويه، ما كنتش بفهمه زمان. بيقول كده: ويسكت في محبته، يبتهج بيك بترنم ويسكت في محبته. حد عارف يعني ايه يسكت في محبته؟ بيتكلم على الله. يعني ايه الله يسكت في محبته؟ لما ترجع للاصل بتاعها والترجمات التانية اسهل شويه، بما معناه بالعربي بتاعنا يسكتك بمحبته. هي ويسكت ولا يسكت؟ مش متاكد من التشكيل في يسكت. يسكت يبقى هو اللي بيسكت. لا، العربي بتاعنا مش واضح. اوكي. الترجمه بتاعتنا مش واضحه. هي مكتوبه يسكت في محبته. اوكي. الاصل بتاعها بما معناه، لو رجعنا باللغات الانجليش مثلا او حاجات تانية، بما معناها انه يسكتك بمحبته. اوكي. من كتر حبه ليك انت تبقى تعرفش تتكلم. في يعني لما بختار مثلا الكلمة بتبقى هايلايتد كده في الكتاب، فلو دوست عليها مكتوب يجدد في محبتي، يعني هو بيكمل تجديد المحبة بتاعته. حبيته بتتجدد كل يوم. فهو ربنا هجي لك عندك سؤال. علم فوق محبة، يسكت في محبته، يسكتك بمحبته. هو محبة. كأنه عارفين العلم مثلا بتاع مصر، لما تروح انت اول ما تدخل الاراضي المصرية تلاقي العلم بتاع مصر مرفوع على مصر. انا مش متوقع ان انا مثلا علم البرازيل في مصر. ليه؟ عشان ده مش ارض البرازيل. فالعلم معناه انه الارض دي ملك للدولة المصرية. العلم اللي ربنا رفعه على كل واحد مننا 24 ساعة محبة. كأنه الإعلان الإلهي اللي جاي عليك حضرتك طول الوقت، مش بينزل علم ساعات. هو العلم مرفوع طول الوقت، عالم وفوق حضرتك وحضرتي وحضرتك محبة.